السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في هذا الفيديو. سنرى إن شاء الله تزيين كب كيك اليونيكورن بطريقة سهلة وجميلة ومبسطة للمبتدئين، دائما في سلسلة لتحضير لحفل عيد ميلاد اليونيكورن بأبسط الطرق وبأبسط الأشياء. كما ترون هناك تشكيلة أولية بالنسبة لهذا الكب كيك، ألوانه فاتحة، وهذا الكب كيك ألوانه غامقة، يعني على حسب الرغبة وعلى حسب الذوق. كأول خطوة نقوم بها وهي تلوين كريمة الزبدة بالملونات الغذائية. كريمة الزبدة ستجدون رابط تحضيرها في صندوق الوصف. أنا قمت بتقسيمها إلى 3 أقسام لأنني استخدمت 3 ألوان. بالنسبة للملونات الغذائية يعني يفضل أن تكون جل، يعني كما ترون، وأقوم بتلوينها، يعني نكتفي فقط بنقطة يعني أو نقطتين، يعني ما نكتروش أكثر، لأنه من بعد نخلوها ترتاح يعني ساعة أو ساعتين، فالألوان هي لوحدها يعني تظهر. يعني كما ترون نقطة أو نقطتين هي كافية. ثم نمر للزينة. كما ترون يعني هناك قوالب اليونيكورن يعني لتحضير القرن وكذلك لتحضير الأذنين اليونيكورن، فلن نحتاجها. سنقوم بتحضير الزينة يدويا، يعني اللي ما عندوش قوالب السيليكون يحضرها يدويا بطريقة سهلة ومبسطة كما سترون في الفيديو. نحتاج كذلك لقوالب الزهور، يعني اللي متوفر عندنا من قوالب الزهور نحتاجها. نحتاج إلى الملون يعني الذهبي، يعني بودرة لماعة، كذلك بودرة لماعة بشكل بلون وردي. نحتاج إلى فرش، نحتاج إلى أعواد، يعني لخلط البودرة اللماعة نحتاج إلى قطرات من ماء الورد، يفضل ماء الورد أحسن من الماء العادي، ثم إلى حبيبات صغيرة لماعة، وإلى عجينة السكر. دائما يعني أنا أفضل، يعني اللي متوفر عنده عجينة الشوكولاتة يفضل دائما، أنا أنصح دائما بعجينة الشوكولاتة لأنها هي أحسن من عجينة السكر، يعني في المذاق هي أحسن بكتير. وأنا دائما يعني كنفضل عجينة الشوكولاتة على عجينة السكر، ولكن ما متوفرش عندي. يعني كناخذ كمية من عجينة السكر بهذا الشكل، نقوم يعني ندهنو يدينا شوية بالنشا، نقوم بعمل كرة. بعد ذلك يعني نبسطوها بهذا الشكل، ونحاول أن الجوانب تكون يعني رفيعة في الجوانب كما ترون، الجوانب رقيقة والوسط نخلوه يعني سميك نوعا ما، ونحفو الجوانب. من بعد نحاول أننا نعملوها بهذا الشكل ونلصقوها بماء عادي، يعني قليل من الماء حتى تلصق معنا، يعني ونقوم ببرمها بهذا الشكل، يعني من الأسفل إلى الأعلى. طريقة سهلة ومبسطة للحصول على قرن اليونيكورن، يعني بهذا الشكل. والفائض يعني الزائد نقطعه بسكين، يعني نحاول دائما أننا نخلو الفائض، يعني من نزيدو شوية في عجينة السكر باش نقطعوا الفائض اللي في التحت ويجينا شكل القرن يعني جد متناسق. ندهن الأعواد بالقليل من الماء حتى تلصق، يعني تمكن أننا تلصق في عجينة السكر، ونثبتوها فيها بهذا الشكل. يعني لا نحتاج نهائيا إلى قوالب السيليكون، فقط يدويا بهذا الشكل. نعاود واحدة ثانية ونعاود واحدة ثالثة ورابعة، لما لا، يعني حتى تتضح الصورة. فشكلها يعني جميل، يعني إذا خدمناها يدويا فشكلها جميل وأنيق، أحسن من أننا نستعمل القوالب. ولما لا نشارك وليداتنا الصغار يعني في العمل معنا لتحضير يعني حفلة
العيد ميلاد نشاركوهم معنا، فكتكون يعني متعة مضاعفة. كما ترون بهذا الشكل من الأسفل إلى الأعلى، يعني من الأسفل دائما، من الأسفل إلى الأعلى، والفائض نزوله. دائما ناخذ نفس العبار، يعني العبار الأول اللي خدمنا به نحطو الأول قرن ونكملوا عليه العبار، يعني نحاولوا أننا نقطعوا الفائض ويعني كيجيو في نفس القياس بهذا الشكل. يعني بعد ذلك نمر إلى تحضير أذني اليونيكورن. يعني بالنسبة للأذن نحتاج إلى يعني مطبع على شكل قلب، كما ترون في الصورة نحتاج إلى مطبع يعني متوسط والآخر صغير نوعا ما، يعني صغير يعني الحجم صغير وحجم متوسط. يعني نقوم يعني من نطبعوا كامل جميع يعني الأشكال القلب اللي غنحتاجوها، ونقوم بتبسيطها بهذا الشكل. يعني ما نخلوش شكل القلب كما هو، لا نقوم يعني نبسطوه بيدينا بهذا الشكل، ونجو للوسط يعني وسط القلب، ونقوم يعني بطبعه بالقالب الصغير يعني الأصغر منه كما ترون، يعني حتى يعطينا شكل أذن اليونيكورن بشكل جيد وشكل يعني أنيق كما ترون. يعني الصورة توضح الطريقة. دائما يعني نبسطوهم، نحاول أننا نبسطوهم يعني كلهم يعني مرة واحدة حتى تسهل العملية، ونقوم بطبع القلب يعني الكبير الطبع الصغير فوق الكبير حتى يعطينا شكل القرن، والفائض يعني نزيله بالسكين. يعني لكل قرن نحتاج إلى يعني الأذن الأولى والأذن الثانية، يعني نحتاج إلى 2. يعني ثم نقوم بجلب يعني هذا المول الخاص، مول السيليكون الخاص بالورود، ونعمل يعني ورود فقط. كما رأيتم أنا لن أحتاج إلى تلوين عجينة السكر. نقوم بطبع يعني الورود على يعني الأشكال اللي متوفرة عندنا، مش بالضرورة أننا نلتزم بشكل واحد، يعني أشكال متعددة. نجيب ورق المطبخ، وكما ترون يعني في الصورة يعني القرن اليونيكورن نشف معنا يعني يبس، يعني نخلوه حتى يبس يعني جيدا حتى يجف. نقوم بخلط البودرة اللماعة بقطرات من ماء الورد، يعني يفضل أن ماء الورد هو أحسن من الماء العادي، يعني قطرات ماء الورد يعني متوفر، ماء الورد يعني أحسن من الماء العادي.
كما ترون بهذه الطريقة. ونقوم بتلوين قرن اليونيكورن. كما ذكرت فهو يعني كيكون يبس معنا، يعني يجف جيدا. والبودرة اللماعة يعني متوفرة بأشكال عديدة، يعني ممكن بأي شكل متوفر عندكم نستعملوا أي شيء متوفر يعني، ونخلوها جانبا تجف المرة ثانية. أنا هنا أعتذر، يعني قطع معايا التصوير، يعني القطع. فكان ناخدو يعني البودرة، سواء بودرة لأننا غادي نستعملوا فرشاة يعني صغيرة، يعني فرشاة للتلوين صغيرة، فنقدروا نستخدموا البودرة مباشرة يعني دون يعني الممزوجة بالماء. كنلونوا وسط الأذن، يعني داك اللي حددناه بالمطبع الصغير ديال القلب هو اللي كنلونوه بالبودرة. وكذلك الورود فكنلونوها بالبودرة اللماعة في اللون الزهري، ممكن اللون الأصفر، ممكن داك الشيء باش أنا خليت تعمدت أنني نخلي الألوان بيضاء ونلمعها بالبودرة، يعني ممكن الوردية، ممكن اللون الأصفر، ممكن اللون الأزرق يعني فاتح. كما ترون القرن يعني يبس معنا وجف. يعني هنا باش نديروا الألوان ديال الكاب كيك، كما ترون يعني الألوان وضح معنا اللون، نخليناه يعني مدة كتوضح معنا الألوان. كنشدو يعني ورق يعني أو عفوا يعني فيلم ألمونتير، يعني البلاستيك الغذائي، ونعملو فيه بهذا الشكل كما ترون موضح. نعملو فيه كريمة الزبدة، ثم من بعد ذلك نوضعوها في الجيب الحلواني، ونقوم بتزيين الكاب كيك يعني اللي حضرناه سابقا. كذلك ستجدون رابط تحضيره في صندوق الوصف يعني. ونعمل ورود بهذا الشكل من الوسط، نبدأ من الوسط دائما إلى نهاية الكاب كيك كما هو موضح يعني بشكل سهل. ممكن فقط نجربه في في أي شيء قبل ما نديرو على الكاب كيك، يعني نجربه أولا شكل الوردة، بعد ذلك نحطوها على الكاب كيك بهذا الشكل. بعد ذلك نثبت قرن اليونيكورن بهذا الشكل في الوسط، والأذنين في الجانب، شكل بسيط جدا. ثم يعني الورود يعني في الوسط، ونضع يعني الحبوب الملمعة في الوسط. وهنا كما ترون الشكل الثاني يعني بألوان غامقة نوعا ما ومتعددة. نضع القرن في الوسط، ثم بعد ذلك يعني وكيف ما كتلاحظوا يعني بطريقة سهلة ومبسطة كما ترون. يعني ممكن أننا نفرح وليداتنا في أعياد الميلاد بأشياء جميلة. دائما في الوسط القرن، وفي الجانب من الجانبين الأذنين بهذا الشكل.
يعني. وكإضافة كما ترون هناك قوالب يعني تباع في المحلات التجارية بالنسبة للناس هنا في كندا. يعني أنا خديتها عند مايكلز، ممكن يعني تشوف عند المحلات اللي كتبيع يعني المواد الزينة كتوجدوهم عندها، فهي كتعطي يعني لمسة جميلة لهذا التيم ديال اليونيكورن. فكنتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم وتجربوه مع أطفالكم، ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.